بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل عام وأنتم بخير. 4 رمضان موسم 23. آه، كنا بدأنا من بداية رمضان تعريف الناس بشخصيات جليلة في تراثنا الإسلامي وبنوع من الحب والإنصاف. كان ينبغي علي إظهار دور المتصوفة أو رجال الصوفية أو الأولياء الكبار. احنا تحدثنا عن الشيخ محي الدين ابن عربي في وحدة الخلق، وكان لنا دروس قبل كده عن سيدي محي الدين ابن عربي. تحدثنا عن شيخ العرب سيدي أحمد البدوي، وتحدثنا أمس عن أبا العلمين سيدي أحمد الرفاعي الشيخ الكبير. النهاردة معانا شخصية من الشخصيات المؤثرة في عالم التصوف، صاحب طريقة واسعة انتشارا داخل مصر وخارجها. أحد الأقطاب الأربعة على التسمية المبتدعة. وعلى الرغم إني متصوف جدا، ليه بسمي هذا الأمر بالتسمية المبتدعة؟ استقرار الناس على اختيار 4 أشخاص: سيدنا الرفاعي وسيدنا الشاذولي والسيد البدوي وسيدنا إبراهيم الدسوقي، على أنهم من كبار الأقطاب، ويطلق عليهم مسمى الأقطاب الأربعة. حين إن في من الأولياء، وإن شاء الله هنتناول ناس برضو أثرت وكان ليها حظوة فكرية وحظوة روحية، إلا أنه يعني من كثرة مريدين الطرق أثنوا أو أبقوا على بقاء علم الشيخ وامتداد هذا العلم. بحاول كل حلقة أكون يعني مجتزئ ومركز جدا في شخصية من أتحدث عنه، إلا أنني بأجد يعني في نقطة جامعة لكل الشخصيات دي، سواء في عالم الفقه، فبنحاول ندور على نقطة الالتقاء اللي بيلتقي فيها كل الفقهاء، وكذلك الأولياء بيلتقوا جميعهم في نقطة مشتركة اللي بتخليني أتعرض بدون تحضير مني وجزافا يعني لتناول هذه الشخصيات. أنا بقول إن دايما ورثة علم الشيخ أو الأتباع أو المريدين أو الخلفاء لكل طريقة أورثوا كلمات الشيخ لكل جيل جيلا بعد الآخر. الأمر ده جعل لنا نقف مثلا في التاريخ على أئمة عظام أمثال الليث بن سعد المصري، لم يكن له تلاميذ حتى يتناقل علمه. وغيرهم سيدنا الشيخ محي الدين ابن عربي، يعني لم تكن له طريقة واسعة من الناحية المجتمعية بين الناس. لكن اليوم يا سادة ندخل مع شيخنا الجليل أبا العينين برهان الدين سيدي إبراهيم الدسوقي. كالعادة بصرف النظر زي ما بذكر عن العاطفة اللي بداخلي لأهل الصفة وللأولياء، إلا إني دايما بأركز من الناحية التاريخية والناحية التراثية، ماذا ترك الشيخ خلفه. وبنقول دايما إن في لغة البحث لما حضرتك تجد كتاب للشيخ بتقدر توصل ماذا كان يريد من أفكاره، فكر الشيخ رايح فين، عباراته تدل عليه وتدل من هو. ولا زي ما بنسمع الجماعة برضو اللي ربنا وعدنا بيهم دول، اللي يخرجوا دايما هجوم دائم على الصوفية بدون علم، وبيستغلوا في هذه المسألة جهل الناس أو عدم قراءة الناس. ابتداء حدث جليل هز
الدولة الإسلامية في وقت من الأوقات، وهو سقوط بغداد 656. ليه الحادثة دي علامة فارقة في تاريخنا؟ الملك لك يا صاحب الملك. ليه الحادثة دي يعني وقفة تاريخية قوية جدا؟ لأن عاصمة المسلمين لما سقطت في يد التتار 656 اللي هي سقوط بغداد، فالمركزية الإسلامية ضاعت. لويس ماسينيه الفرنسي، المستشرق الفرنسي اللي حقق حياة الحلاج في كتاب لا باسيون دو حلاج، اللي هو مترجم إلى آلام الحلاج أو مأساة الحلاج، ليه كتاب تاني عن طريقة توزيع مياه الشرب ببغداد. يعني مدينة فائقة الجمال سقطت في يد التتار 656، والمركزية الإسلامية ضاعت. التفاف الناس أو خصوصا إدراك الصوفية لهذه المسألة في وجود دور حضاري شخصي، وأنا لسه كنت بتكلم فيها الليلة دي. لما اتكلمنا عن سيدي أحمد البدوي قلنا أن طنطا كان في ذلك الوقت اسمها طنطدة، قرية غير معروفة، النهاردة أصبحت من أشهر المدن، مش هقول في مصر بل في العالم، بفضل سيدنا الشيخ أحمد البدوي. وكذلك الحال مع سيدي إبراهيم الدسوقي. مدينة دسوق مدينة صغيرة جدا في محافظة كفر الشيخ هنا في جمهورية مصر العربية. أنا شرفت بزيارة المقام مع سيدنا الشيخ إبراهيم شعبان رحمة الله عليه، ومقام إحساس فيه بالروحانية غير عادي. وكان من فضل الله برضو علينا أن صادفت سيد إبراهيم الدسوقي في أحد الرؤى والمنامات. أنا مش عايز أصرح بالموضوع ده قوي، ولكن يعني هي من باب أن هناك حقيقة في علم الأولياء لا يدركها إلا محب. أبا العينين، وهذا المفهوم من الأسماء التي حظى بها الشيخ، أنه كان له عين في عالم الشريعة، فقيه عالم دين، وله عين في عالم الحقيقة. وليه عبارات في موروثه من خلال دروسه ومن خلال أحاديثه، تلك العبارات تخليك يعني النهاردة في إيدك دفاع ورد قوي جدا 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 على المتهكمين على الصوفية. سيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي توفى في عمر مبكر جدا، توفى عمره 43 سنة. وزي ما قلنا في حلقة سيدي أحمد الرفاعي إن سيدي أحمد الرفاعي لم يستقر بمصر، يعني هو استقر بالعراق، وأرسل خليفته الأول أبو الفتح الواسطي اللي استقر في الأسكندرية، واللي أورث طريقته فيما بعد لسيدي أحمد البدوي. وسيدي إبراهيم الدسوقي كان يعاصر سيدي أحمد البدوي حتى في تاريخ وفاته. يعني سيدي إبراهيم الدسوقي توفى بعد وفاة سيدي أحمد البدوي بعام واحد، بسنة واحدة، زي ما قلنا عن عمر 43 سنة. هو ولد سنة 633 هجرية وتوفى 676 هجرية. ليه مقام في مدينة دسوق أشهرها، يعني أشهرت هذه المدينة، هي كانت قرية صغيرة وقتها، أصبحت مدينة دلوقتي، مدينة كبيرة. وشهرة دسوق دائما بفضل الشيخ. اللي النهاردة بيسمع سيرة أو لفظ مدينة دسوق، شيء طبيعي أنه يقول شلاه يا دسوقي، شلاه سيد إبراهيم، نظرة ومدد يا سيد إبراهيم. من خلال زي ما قلنا الكتب أو الموروث الثقافي عن الشيخ هنقدر نعرف هو مين. الراجل طبعا ليه أحزاب. أنا لما قرأت أحزابه وصلواته على سيدنا النبي، ولأول مرة هو كان يقول اللهم صل على الذات المحمدية، وكان أول من يشرح لفظ الذات ويقول كيف لا نسمي محمدا نفسا وهو ذات على اعتباره من أصل النور الرباني.
يعني الحديث اللي بيقول أنا قبضة من نور الله أخذت تتقلب بين أصلاب الرجال. وصف الحقيقة المحمدية بلغة عالية جدا. هنعرف من خلال عبارات الشيخ كيف يكون التصوف. من أقواله أبا العينين سيدي أبا العينين سيدي إبراهيم الدسوقي: من وقف مع مقام حجب به. والعبارة يعني من العمق اللي فيها تخليك تقول أن الوقوف دوما مع الأسباب وليس الأخذ بالأسباب هو دائما حجبه عن الوصول. انشغال الطالب أو انشغال المرء بمجموع الأسباب أو مجموع العراقيل أو المشهد العام يكون هو المانع من الوصول. من وقف مع مقام حجب به، حجب بسبب انشغاله بالظروف التي تراها عينه. في تعريفه قال أن التصوف كلمتان: اعرف الله واعبده. إشارة قوية جدا رغم سهولة اللفظ أو الكلمات، إلا إنه بيلخص كل حاجة. ويقول: من الأولياء من لا يدري لا الخطاب ولا الجواب. علشان كده يعني أنا في بداياتي مع الصوفية كنت ألوم دايما الساكتين وألوم أصحاب الأحوال، ولكن ما كنتش أفهم كويس قوي طبيعة الناس دي. لا، في ولي ما يعرفش إنه ولي، وفي ولي لا يجيد الحديث مع الناس أو فن الخطابة مع الناس، وفي ولي ما يعرفش حتى يدير حوار عادي في أمور الحياتية. هو الراجل غايب، الراجل مش هنا خالص. الولي يعني غائب عن الوجود. وهنعرف زي ما سيد إبراهيم الدسوقي بيحللنا لغز معرفة الولي وأوصاف الولي. كان يقول: إذا كمل العارف أورثه الله علما باطنيا لا يتعدى الشريعة. وعشان إخواننا برضو المتسلفة اللي دائما بيجدوا في هذه التسميات علم الظاهر وعلم الباطن، علم الشريعة وعلم الحقيقة، يجدوا إن عندما يتحدث الشيخ بأمر يعني فائق لمدارك العقل بالنسبة للعامة يقولوا خلاص ده ليه شطحات وليه كلام. زي مثلا في كلام سيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي، تعبيره وأدعيته في الحواميم. يعني لما يقول في النص: أحمى حميصة أطمى طميصة، حاميم حمايتنا، كاف هيا عين صاد كفايتنا. وله من العبارات برضو بعض الكلمات السريانية: كدن كدن كرددن كرددن دهن دهن أهي شراهية أدنواي أصبعوت الشضاي. فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. المقصد يا سادة إن الشيخ حديثه ببعض الكلمات الغير مفهومة للعامة هو أكيد بيمثل لغة من اللغات. والباحثين يعني لما خدوا هذه الكلمات ووجدوها لها أصل في السريانية. لكن الأخوة المتسلفة اللي بيلعبوا دلوقتي بيلعبوا تاني على جهل الناس أو بساطة الناس. الحرب القائمة الكبيرة جدا جدا على الأضرحة والحرب الكبيرة جدا جدا على الولاية، وأنا بقول لهم بقالكوا سنين بتحاربوا، خدتوا إيه؟ الكلام النهاردة كان في واقع عندي هنا في المدينة اللي أنا ساكن فيها، مدينة تلا. عندنا ضريح لواحد عظيم جدا برضو، يعني علمه مهضوم، لكني وجدت ليه بعض الأثر الخفيف وإن شاء الله هتناوله وهنحاول يكون في حلقة من المقام بتاعه. سيدنا الشيخ فؤاد، سيد الشيخ فؤاد شنيشن، الجنرال أمير الجيش. وسنة 2010 و2011 في الانفلات الأمني، الفيديو ده موجود على اليوتيوب، دخلوا المتسلفة ولعوا المسجد بالمكتبة بتاع الشيخ بالضريح. ومن لطف الله ان المسجد كله ولع الا الضريح الا المقصورة. فالمقصد انتوا بقالكوا سنين بتحاربوا، لا انتم قدرتوا تمنعوا حب الناس وشغفهم في
أنها تهوى المقامات وتزور المقامات، ولا نجحتم في هدم الأضرحة، لأنكم مش هتعرفوا بقاء هؤلاء البشر وبقاء المقامات دليل للصدق على حالهم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه. تعريفه برضو لما سيدي الشيخ إبراهيم الدسوقي لما بيتكلم عن الأولياء، نشوف الوصف الجميل ده. قال: منهم عارف، ومنهم محب، ومنهم ناطق، ومنهم صامت، ومنهم مستغرق، ومنهم صائم مفطر، ومنهم صائم صائم، ومنهم قائم دائم، ومنهم نائم واصل، ومنهم واصل ساهر، ومنهم ساهر واقف، ومنهم واقف داهش، ومنهم داهش حيران، مقبوض وضحاك وخائف ومختلف ومختلط ومختبط. وله أيضا من أقواله: احذر أن تدعي معاملة مع الله. وهنا الشيخ يحب يقول حاجة جميلة جدا، عايز يعرفك أو يرشدك أن الله لا يحسن إليه ولا يساء إليه. يعني حضرتك ما ينفعش تقول أنا عملت كذا، أو أنا تصدقت ب100,000 جنيه مثلا علشان ترحمني. لا، هو بيفتح لك إشارة زي ما كان بيقول هو عن نفسه: أنا الواقف بأمر البهى على أرض البهية، والمطأطئ بالقدم على أرض الثريا. نشوف كلامه في التصوف علشان يرفع الحرج على من بعده. المبتدي مجاهد، والمنتهي مشاهد. المبتدي خائف، والمنتهي طائف. المبتدي تائب، والمنتهي غائب. المبتدي محزون، والمنتهي مسرور. المبتدي باك حيران، والمنتهي ضحوك مقرور. المبتدي صائم قائم، المنتهي في بحار القرب عائم. المبتدي محجوب بأعماله، المنتهي ناظر إلى مشاهدة جماله. المبتدي بالظاهر يجري، والمنتهي بالباطن يسري. المبتدي محجوب، والمنتهي مطلوب. ومن هنا يا سادة، هو سيدي إبراهيم الدسوقي أول من يزيح الستار عن كرامات الولاية وعن حالها ببعض العبارات اللي بيصعب علينا تصديقها، على اعتبار أن الإنسان لا يدرك شيئا أو لا يصدق شيئا إلا إذا لامسه. ودي برضو كانت أزمة كبيرة جدا. طبعا احنا قلنا إن أبو الفتح الواسطي اللي هو خليفة سيدي أحمد الرفاعي كان جد سيدي إبراهيم الدسوقي من جهة الأم. له من الطريقة التي لاقت انتشار عظيم جدا جدا خصوصا داخل القطر المصري. وتحياتي لكل أبناء الطريقة الدسوقية والطريقة البرهامية في جمهورية مصر العربية وفي خارجها. وسيدنا الشيخ إبراهيم الدسوقي حقا يعني بعيدا عن القراءات، أنا حظيت وشرفت برؤيته مناما. وهقول أوصافه لأن برضو يقال إن لسه فيه. هو كان قصير القامة، قمحي اللون أو يعني مائل إلى السمرة، صاحب لحية خفيفة بيضاء، ودائما كان يرتدي الجلباب الأبيض وعليه الوشاح الأخضر. وقد اصطحبني معه في مكان ما، وإلى هنا لن أستطيع إكمال الرؤى. وأقول لمن لا يعرف: الصوفية حق، والباطن حق،
والأولياء حق. لا تعادوا وليا سواء كان حيا أو منتقلا، موجود بينكم إن عرفتموه أو انتقل عنكم، لأنه في ولاية ربه. ومن كان منكم من يستطيع على خالق الخلق فليتبوأ مقعده من النار. في الطريقة الجميلة قوي وبكرة إن شاء الله ننتقل بقى، نبعد شوية عن الرجالة علشان يعني ما حدش ينحاز كده ويقول أنت مهتم بالأكثر بالرجال. بكرة هنتكلم عن الستات، وهنتكلم بكرة عن السيدة رابعة العدوية. ألقاكم على خير. السلام عليكم.